خدي يا ست حسنية. ايه دول يا اختي؟ دول قرشين لمناهم من حريم الحارة. مش عايزة. لا مش عايزة ازاي يا اختي؟ ده احنا اهل ولازم نبقى مع بعض في الخير والشر. ما اجيلكمش في حاجة وحشة، ما اجيلكمش في حاجة وحشة. يا ابني انت بتعمل ايه؟ باكل. مش عايز ناكل اللقمة؟ يا ابني ما تحفش، يا دوب اللقمة تلمس الغموس. احنا دلوقتي يتامى، ما عندناش عائل. ما عندناش عائل؟ يعني ايه؟ شايفني مجنون؟ عائل يعني ولي امر، ما عندناش اب. اسكت ما تقولش كده عشان ما تقطعش قلبي. هو صحيح ابوكم مش هيجي يا عيال؟ هو اللي بيروح بيجي يا بنت انتي. الله يكون في عونك ياما، هتعملي ايه مع البلاوي دي؟ مين البلاوي دي ياض؟ احنا يا بني ادم، احنا 11 بلوى وبلوى. ما تلغش، ارحم امك. الله، هي ما جاتش تاكل ليه؟ هو انتوا ما تفكروش غير في نفسكم؟ ياما ياما اما. ايوه يا زينب، ما تيجي تاكلي لقمه معانا؟ ماليش نفسي يا حبايبي، كلوا انتوا. احنا مش واكلين الا اذا قعدتي معانا. يا وفاء كلي واسكتي. ان شاء الله تنزل لنا بالسم الهاري. بعد الشر عليكم يا حبايبي، ما تقولش يا علي كده تاني. انا ماليش غيركم، ماليش غيركم يا حبايبي. طب بتعيطي ليه دلوقتي؟ خدي ياما لقمه طريه تستاهل بقك. طب هاكل لقمه واقوم اجري على الست كوثر هانم. عشان كده كنت سهرانه طول الليل تشتغلي في الصابون؟ بتتعبي قوي ياما. انا لا بتعب ولا حاجه، بس ربنا يجيبه بالسلامه. اهلا استاذ حسنيه. اهلا بيك. عنك الصندوق. مين يعرف؟ دي حسنيه الثاني. اهلا حسنيه. لا استغفر الله. ازيك يا ست هانم؟ انا بخير الحمد لله. ايه ده مالك يا حسنيه؟ لا مفيش. مفيش ازاي؟ انت بتخبي عليا؟ جوزي يا ست هانم غطس. غرق في الملاحات؟ لا يا ست هانم بعد الشر. امال غطس يعني ايه؟ فص ملح وداب يا ست هانم. يعني قصدك تقولي هرب مثلا؟ ايوه يا ست هانم. هو في راجل بيهرب برضه؟ قوليلي، دورتي عليه في المستشفيات؟ ما خليتش مستشفى ولا اسعاف. طيب لفيتي اقسام البوليس والكراكونات؟ ولو انه مش بتاع مشاكل، لكن لفيت يا ست هانم ملوش اثر. غريبة. طب تفتكري يعني هرب ليه؟ مش عارفة، في ناس بتقول ان الحمل عليه كان تقيل قوي، مصاريف كتير وهم كتير ومشاكل كتير، ما قدرش يتحمل، بدل ما يسيب نفسه يتجنن هرب من الحمل. ده نوع من الهروب من النفس والمسؤولية يعني. بيقولوا كده يا ست هانم. قوليلي، هو كان بيتعاطى حاجة، بيشرب حاجة كده ولا كده؟ ابدا يا ست هانم، ده راجل على نياته، ده الشاي حتى بطله عشان يوفر للعيال. عايزة الصراحة يا حسنية؟ انت اللي على نياتك. يعني ايه يا كوثر هانم؟ الراجل ده لف على واحدة ست تانية، واحدة من اياهم، بلفته. هو بقى قسمها بمعرفته، ساب الهم والغم ليكي وراح هو للفرفشة. كلام ايه اللي حضرتك بتقوليه ده يا ست هانم؟ احنا ناس غلابة غلابة قوي وما نعرفش الحاجات دي. بكرة تقولي كوثر هانم قالت لي. شوف يا حسنية، الرجالة دول صنف واحد، كحيان فقير زي غني مليونير، صنف واحد وطريقة واحدة. وهو معقول يا ست هانم يقابل المعروف بالإساءة، يقابل الجميل بالجحود، يقابل وقفتي معاه طول الليل والنهار بطعنة في قلبي؟ معقول يقابل صبري بقرصة في كبدي؟ وإذا كنت أنا غلطت في حقه، مع إنه عمري ما غلطت فيه، ذنب عياله إيه؟ هو أنا اللي مخلفاهم لوحدي؟ لا يا ست هانم، عبد الحفيظ غلبان لكن أصيل ولا يمكن يعمل كده. اللي حيشوا عننا شيء تقيل، مش كل صابعك زي بعضيها. يا ريت يا حسنية. وانت عاملة ايه مع الولاد؟ إذا كان عليا هفضل العمر كله أدور عليه شبر شبر من شرقها لغربها، لكن اللي حيشني الولاد ومصاريفهم يا ست هانم. العيال لازم تعيش، لازم تاكل. عين العقل. أنا يمكن ما أجيبلكيش صابون بعد كده. ليه؟ عشان بفكر إن أسيب الشغلانة دي. تسيب الشغلانة اللي بتاكلي منها عيش انت وولادك وفي الوقت ده بالذات؟ ما أنا هشتغل شغلانة تانية، هو أصل جوزي هو اللي كان متمسك بيها وما بتجيبش همها. ده لولا القرشين اللي حضرتك بتديهم لنا ربنا يخليكي، والمصانع مالية الدنيا
وصابون بحقه حقيقي. طب وهتشتغلي ايه؟ بقول ألم دودة ولا أخبز للناس بالأجرة. اليومية اليومين دول بقت 5 جنيه. لا 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 لا، ما تسيبيش شغلتك ابدا. ما يا ست هانم، شوفي، كل اللي تنتجيه هاتيهولي انا، وانا هاخده وهديكي كل اللي انت عايزاه واكتر. كتر خيرك يا ست هانم، ده كرم كبير قوي. انا عارفه ان حضرتك ما بتعمليش حاجه بالصابون ده، وكل الحكايه انك بتعطفي عليا. ما تشغليش بالك، هاتي انت بس صناديق الصابون وانا هدفع لك كل مصاريفي. ربنا يخليك يا رب. واوعي تسيبي شغلتك وشغلة جوزك الغالي. ما فيش في بقي غير ربنا يخليكي ويرجع لي جوزي بالسلامه. خدي يا حسنية. ايه ده كتير قوي. لا لا لا، كتير ولا حاجة، بس ما تقطعيش عادتك. ما يقطعلكيش عهاده، ويحميكي ويخليكي، وما يحوكيش لحد ابدا يا كوثر هانم. يا عارف. ايوه يا فندم. خد حسنية غديها. لا يا ست هانم، كتر خيرك، عشان العيال مستنيني على الغدا. كده طيب يا عارف، اديها الغدا تاكلوا مع عيالها، واعمل حسابك، انت عارف ان عيالها كتار قوي. ها حاضر استاني. اما في ايه يا عتريس؟ وايه اللي موقفك في الخلا ده يا ابني؟ واقف هنا علشان ما تدخليش. في ايه يا ابني؟ الولايه صاحبة البيت قاعدة عندنا بقالها 3 ساعات. طب وماله؟ اما ما تلاقيكيش جيتي هتزهق وتمشي. طب وههرب منها ليه يا ابني؟ عايزة فلوسها. نديها لها. نديها منين؟ فرجت يا ابني والحمد لله، معايا فلوس وكل الصابون اللي هنعمله هيتباع. الناس الطيبة كتير. تعالى يا ابني تعالى، ما تخافش. أما أنت واد يا عتريس، مش قلت هتقف على الباب ما تخليهاش تخش البيت؟ فين الحاجة زكية؟ يا أهلا وسهلا. اهلا بيكي يا حسنية يا اختي. اتأخرت عليكي معلش. انا قلت لازم استنى اما اشوفك. بقت فلوسك اهي. ايه ده؟ الفلوس؟ لا يا اختي، فلوس ايه؟ انا قاعدة مستنياكي مخصوص عشان اقولك اطمني. بعد ما عرفت ان جوزك طفش، الايجار مش عايزاه دلوقتي خالص. لما يبقى يظهر او ربنا يفرجها ابقى اخد، وان ضاقت مش عايزة الايجار خالص. يا حاجة زكية احنا كويسين والحمد لله، والايجار اهو. الناس لبعضيها يا حسنية يا اختي. انا مش هاخد حاجة، خلي فلوسك معاكي، ولا عايزة تكسفيني؟ يا ما انت كريم يا رب، بقى كل الخير ده في الدنيا. بكرة هبعتلك كيلتين ذرة من المحصول الجديد. اقعدي بالعافية. مع السلامة يا اختي، مع السلامة. بوسطة لمين؟ بوسطة ليكم. منين يا اخويا؟ جواب من السنبلاوين. من السنبلاوين؟ يبقى من عند ابوكم يا عيال. ابوكم عند اهله في السنبلاوين. ابوكم عايش يا اولاد، ابوكم هيرجع. صحيح ياما. انا دورت في كل حتة، والحتة اللي ما خطرتش ان ادور عليه فيها هي السنبلاوين بلده، مع انه قال لي انه رايح السنبلاوين. اصل الحقيقة بعد ما شفت حاجته قلت لا يمكن يكون رايح هناك. يا ما انت كريم يا رب. مين اللي هيمضي على استلام الجواب؟ الجواب مسوجر. انا يا اخويا امضي لك يا وش الخير يا ابو بشاره حلوه، ولا اقول لك صباع اهو اسهل. اتفضلي. السلام عليكم. ايه ده؟ رايح فين؟ تعال اقرا الجواب. ما احنا نقراه يا اما. معلش اقراه هو احسن. افتحه واقراه يا اخويا. اولا الجواب جاي باسم السيد عبد الحفيظ الدبابجي. باسم الست بتاعته ولا هو؟ لا، باسمه هو. لازم كاتبه باسم نفسه، واحنا وهو واحد يا اخويا. اقرا. ابن عم العزيز. مين ابن عم مين؟ اللي بعت الجواب كاتب الجواب وبيقول للي بعتهوله ابن عم العزيز. هو مين اللي باعت الجواب؟ اللي ماضي الجواب واحد اسمه المخلص دائما ابن عمك عبد العزيز محمود الدبابجي. عبد العزيز ولا عبد الحفيظ؟ يا ستي عبد العزيز. يا سيدي بص كويس، عبد العزيز ولا عبد الحفيظ؟ ياما افهمي، ابن عم ابويا بعت جواب لابويا. يعني جواب مش من ابوكو؟ لا ياما. الله، طب ابن عمه بعت له ليه؟ ما هو ده اللي احنا هنفهمه. اقرا يا اخويا اقرا. ابن عم العزيز، وحشتني كتير انت وحرمك وكل اسرتك. انا بقالي اكتر من 9 سنين ما شفتكش. معلش الدنيا تلاهي، لكن برضو احنا اهل. المهم اعرفك اننا كسبنا القضية القديمة واصبح ليك 11 قيراط ملكا خالصا. نرجو حضورك لاستلامها في اقرب وقت، وان اردت بيعها فالمشتري جاهز،
والسلام أمانة لكل من طرفكم. المخلص دائما ابن عمك عبد العزيز محمود الدبابجي. عبد العزيز محمود الدبابجي. مبروك يا ست، ورثتم. ورثنا ايه؟ انا مش عايزه حاجه، انا عايزاه هو. الجواب اهو. سلام عليكم. يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. بتعيطي ليه يا وفاء؟ ما عدتش اشوفك يا اما غير وانت بتعيطي. انا ما بعيطش يا وفاء. امال انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا بس كان عندي امل ان اسمع خبر كويس عن ابوكي من الجواب ده. معلش بسر هنلاقيه. اتريس. نعم يما. خد بالك من اخواتك، بالصبحيه هروح على السنبلاوين عند ولاد عم ابوكوا، يمكن يساعدونا الاقيه. اما نعم يا وفاء. اوعي تروحي انت كمان ولا تجيش. والله البت وفاء عندها حق. كلكم بتقولوا رايحين السنبلاوين ولا ترجعوش. لا يا حبايبي، انا ما اقدرش استغنى عنكم ابدا. انتوا نور عينيا اللي بشوف بيكم. يعني احنا كنا عملنا حاجه في ابويا؟ معلش، يمكن في ظرف منعه. سترك يا رب. على كل حال، اهلا وسهلا يا ست حسنيه، نورت نواحي السنبلاوين كلها. منوره باهلها يا سي عبد العزيز. هقول لك ايه؟ ولما حصل حاجه زي كده مش تديني خبر يا ست حسنيه؟ مش احنا اهل برضه؟ انا الحقيقه اتلبخت يا سي عبد العزيز. الله يكون في عونك، خصوصا وانت في رقبتك عيال كتيره. لكن ما ظهرش الناحيه دي خالص. ما سمعتوش عنه اي حاجه؟ ابدا يا ست حسنيه، اني بقالي 9 سنين ما شفتوش. الشاي يا ست حسنية. احنا عايزين غدا. الغدا على النار يا سي عبد العزيز. انا همشي على طول لحسن سايبه العيال لوحديهم، ودي بس شبطت فيا فجبتها معايا. تمشي على طول ده ايه؟ هو انت جايه على ناس غرب؟ ده احنا كنا عايزين له انا يكمل بعبد الحفيظ، انما بكره ان شاء الله ربنا يبعته لنا. ودي اخر العنقود. عنقود ايه؟ انا اسمي وفاء. والنبي حسبي الفيونك. تعالي يا حبيبتي العبي مع اخواتك. روحي مع خالتك يا وفاء. حاضر ياما. شوفي يا ست حسنيه، زي ما قلت لك احنا كسبنا قضيه الارض وبقت في حوزتنا، وانتوا دلوقتي ليكم 11 قيراط يساوي الايام دي حوالي 6000 جنيه. نستنى لما يظهر عبد الحفيظ. انا مش هقدر اتصرف في اي حاجه لوحدي. والله اللي تشوفيه، لكن انا رايي انك تاخدوا جزء من الفلوس يساعدوا في مصاريف العيال، او تعملي لك بيهم حاجه على الضيق لحد ما يظهر الراجل. طول عمر عبد الحفيظ بيحلم انه يكسب القضيه دي وياخد ال11